الفيديو النهارده ان شاء الله هكلمكم عن حاجه مهمه جدا. سرنجة. انت بتقول لي سرنجه ليه يا اسطى؟ يعني انت بتقول السرنجه ديت عباره ليه؟ بتقول الكلمه دي ليه؟ زي الناس. يعني زي الناس ازاي؟ مش فاهم برضه. انت مش ممرض؟ هو انت فاكر ان ممر السرنجه؟ لما تيجي اعرفك يعني ايه كلمه ممر. صلوا بنا على النبي. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه، فعل زر الجرس واعمل اللايك المتين. اسمعني بقى، تعالى بقى نعرفه يعني ايه ممرض. هو بيقول لك بقول زي كل الناس. نعرفه الناس ديت معتقده ان الممرض سرنجه، وده اعتقاد غلط. نبدأ بأيام الإسلام. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا عليه. انزل يا عم صلى على النبي. كان في برضه تمريض. أول ممرضة في الإسلام كان اسمها رفيدة بنت كعب. الممرضة ديت كان أيام زمان أو أيام الإسلام كان في حرب وغزوات، فطبعا في مسلمين بيطلعوا متصابين، فلازم حد يقدم لهم الرعاية. فكانت رفيدة بنت كعب أول ممرضة في الإسلام. كانت تقدم لهم الرعاية عشان تعمل استعادة لصحتهم أو تمنع المرض. فاهميني؟ دوت بالنسبة للإسلام. تعال نخش على الحاجة اللي بعد كده. الحاجة اللي بعد كده إن هو يعني إيه تمريض أصلي. التمريض ده اللي أنت بتقدم الرعاية، بتقدمها لفرد أو أسرة أو مجتمع. ده مش لازم يكون الفرد ده مريض، ممكن يكون مريض أو سليم. تقول لي إيه؟ سليم وبقدم له الرعاية إزاي ده؟ أعرفك إزاي. فإحنا قلنا بتقدم الرعاية لمريض أو واحد سليم. ده مقابل ايه؟ مقابل ان هو اللي ياخده منك او الحاجه اللي هو يستفيد بيها الرعايه، او تعمل استعاده للصحه او تمنع المرض. انت بقى المقابل بتاعك عند ربنا قبل كل حاجه والماده. تمام؟ خلينا في الجد. ديت بالنسبه لكلمه تمريض. كلمه تمريض كل واحد يقول لك سرنجه ومش عارف ايه، بس قبل ما اعرفك ايه سرنجه والكلام ده بيقولوا ليه، تخش في اهم حاجه. ازاي هتعالج او هتقدم الرعايه لواحد سليم؟ اقول لك ازاي. مثلا في عدوى في مثلا الدوله اللي انت فيها، فعاملين لها لقاح زي مثلا فيروس كورونا. في ناس ما كانتش مصابه واخده اللقاح، هل هذا مريض؟ لا مش مريض، يبقى انت بتقدم له الرعايه. عرفت ان انت بتقدم الرعايه لمريض او سليم. ليه بقى الناس بتقول لك سرنجه؟ اصل الناس بتدور على اللقب. انت ممكن في كليات او مجاميع كليات اقل من مجموع كليتك خالص، وانت عارف بكده، وهتطلع معاك ارقام. بالرغم من كده انت حابب الكليه او مش حاببها، انت داخل علشان العائد المادي والحاجه اللي انت تطلع تشتغل منها. زي ما بيقولوا كده اطلع اكل عيش منها. هعمل ايه باللقب؟ بقيت لقب، بقيت كذا كذا من غير ذكر القاب. اهم حاجه الحاجه اللي تعيشني في الحياه. ده احنا جايين في الحياه عشان العمل، عشان نسعى. تمام؟ فالناس بتبص على الالقاب، فاكراك ان انت بتدي حقنه وبتاع فيلا يا سرنج. معرفوش اللي انت اهم شيء في المجتمع، وبتكمل حاجات تانية. حاجات تانية بتكملك وانت بتكملها. يعني مثلا الدكتور ما يعرفش يشتغل من غير ممرض، ممكن يستناه بالساعات لان انت خدت حاجات الدكتور ما خدهاش. تمام؟ مع حفظ الالقاب طبعا. وهو خد حاجات اكيد انت ما خدتهاش، ده دكتور. فبس برضه هو ما عرفش يشتغل الا بيك، فانتوا بتكملوا بعض. تمام؟ يعني حاجه بسيطه، الشفت مثلا مريض تعبان، مين اللي بيفضل معاه؟ انت اللي بتفضل معاه طول النهار. انت اللي بتفضل تتابع حالته. اسمنت ماشي، المريض الدكتور بيكشف وكده، تمام، ده ليه دور وانت ليك دور. فانت اللي مع المريض طول النهار، تديله حقن، تعمل له محاليل اكسجين سيرابي، تساله برضه تحاول تحسن من حالته النفسيه. فالناس فاكره ان هي سرنجه، ما يعرفوش الحاجات دي اصلا. ان انت مع المريض ال 24 ساعه. اهله كده بيبقوا جايين مسلمهولك، وهو على ربنا شفاؤه ثم بعدها علينا او عليك. تمام؟ بالنسبه نخش على حاجه مهمه برضه، الوظائف. طبعا انتوا عارفين ان التمريض في كلام بيقولوا هيتلغى التكليف سنه 2025 والكلام ده. لا، يعني اكتر كلام بيثبت ان مفيش حاجه هتتلغى، لان اصلا في عجز في التمريض. انت بتخش المستشفى كذا قسم، مثلا قسم جراحه، قسم طوارئ، قسم مثلا نساء وتوليد، تخش تلاقي ستاف تمريض كامل، جروب كامل، ناس كتير. فعشان كده سواء انت معهد او كليه هتتوظف وهتشتغل.
بس طبعا في اختلاف بين المعهد وفي الكليه. هتيجي في الفلوس او الشغل في مصر معهد زي الكليه، تمام. في الشهاده طبعا الكليه اعلى الفلوس. فانت لو جيت تشوف بقى المرتب في مصر وكده، فرق 100 150 جنيه 200 جنيه بالكتير، تمام. فالتمريض دي حاجه كويسه، مش زي ما الناس بتقول سرنجه. اللي بيقول لك سرنجه ده ممكن يكون مجموعه اقل منك بس معاه لقب اعلى منك، بس اعمل إيه باللقب؟ ما انت معاك لقب، قول لي هتعمل بيه ايه؟ فهمتوني؟ بالنسبه بقى للسفر وكده، التمريض طبعا انتوا عارفين يعني اكتر الناس اللي داخله تمريض اصلا داخله عشان السفر. عشان السفر طبعا متاح وفي فلوس كويسه يعني. فاكتر ناس داخله تمريض واللي مصبرها على التمريض اصلا هو السفر. فهمتوني؟ ده بالنسبه لاعتقادات الناس. فانت ما تقللش من واحد او تقول له يا سرنجه، رغم ان الواحد المفروض يتشرف بالكلمه ديت. ان اللي بيقول لك يا سرنجه ده يقول لك تعالى اديني الحقن، تعالى على الاقل محلول، تعالى يا ابني تعبان. هو ممكن يكون بيقولها بهزار بعشم، بس ما بيعرفش ان اصلا مجموع السرنجه ده اللي بيقول عليه، تمام، اعلى من مجموعه لو هو مع لقب. قصدي الالقاب اللي هي تحت مجموعه تمريض. طبعا الالقاب اللي فوق ديت مالناش دعوه، احنا بنتكلم في الحاجه اللي اقل مننا. قول زي انا مش، وطبعا مش بنقلل من شان الحاجه ديت، لا. انا بكلمك بس بحاول افهم الناس، تمام. يعني معنى كده ان التمريض ده حاجه كويسه، متخليش حد يكرهك فيه. تسمعش اللي بيقول لك سرنجه ومش سرنجه. اللي بيقول لك سرنجه ده بيقول لك تعالى اديني الحقنه، تمام.